بما ان الرنجة موجودة طول السنة وما بنتقيدش بموسم معين لأكلها، عيد صغير عيد كبير شم النسيم، فتعالوا اوريكم طريقتي لسلطة الرنجة. الاول شويت الرنجة وهشيل منها سلسلة الظهر اللي هي الشوك. عندي بصل اخضر وفلفل حامي وفلفل رومي، هضربهم في الكبة بس مش هطحنهم، هقطعهم صغير عشان الكبة صغيرة فهقسمهم على كذا مرة. نزلت بفلفل رومي وبصل احمر، هقطعهم برضو تقطيع صغير. انزل بقى بالرنجة، تقريبا هنا دي رنجاية ونص، وحطيت معاهم بطروخ مرمل وبطروخ من الطري، بيدي طعم خطير. ممكن ما نعملش الرنجة في الهاند بلندر ونهرسها بالشوكة، والفلفل والبصل ممكن نقطعهم بالسكينة عادي جدا. هنخلط كله على بعض عشان نجهز الصوص اللي هينزل عليه. اول حاجة حطيت مايونيز، وهنا حطيت مايونيز سبايسي، ممكن احط مايونيز عادي. وحطيت معلقة كبيرة من الطحينة، عصير ليمون، تقريبا كنت حاطه 3 ليمونات، وشويه من الخل الابيض، رشه كمون، ورشه من الفلفل الاسود، وشويه من الملح. هقلبهم مع بعض وهنزل عليهم بشويه ميه دافيه. هنزل بكل الصوص اللي انا عملته على الرنجه واقلبهم كويس مع بعض. وعندي بقدونس وكزبره قلت اقطع معاهم شويه، اكيد هتديهم طعم خطير، وفعلا كان طعمها حلو جدا. اخر حاجه هنعملها نحط الكزبره والبقدونس ونقلبهم، وننزل عليهم بعصره ليمون من فوق. وهنا طبعا ملحقتش احطها على السفره يا جماعه، خطيره، لازم تجربوها.